هنا مدفون الفريق بكر صدقي، محمد علي جواد قائد الفرقة الجوية، وبكر صدقي صاحب أول انقلاب في تاريخ العراق عام 1936 في مقبرة العظماء. وأمامنا المقبرة العثمانية، وهنا مقبرة قديمة مع هذه القبة. هنا يقال قبر والي عثماني مدفون في هذا المكان. انظروا إلى المقابر القديمة، هذه قبته. قال لكن أمام قربه صاحب أول انقلاب بكر صدقي. هنا قريبة منها مقابر بشكل قديم. وهناك قبر يوسف سلمان يوسف. فالح أكرم الفهمي هو مدرب من ضمن المنتخب العسكري، فريق طالب. نلتقي قبر الشهيد البطل الشيوعي يوسف سلمان يوسف. هنا يركض قبر أول مؤسس للحزب الشيوعي يوسف سلمان يوسف، الذي أسس الحزب الشيوعي في جنوب العراق. أعلام الحزب الشيوعي. قبر قائد سعيد البزاز الذي انقلب على الزعيم عبد الكريم قاسم وعد وتحاكمه في مقبرة في هذه المقبرة دفن وحكم في محكمة المهداوية، والذي رفض من زوجته أن تتوسطه ولا يعدم، لكنه عدم، والآن هو مدفون في هذه المقبرة. سعيد هزاز.